مدفع رمضان ما بدأش بقرار رسمي متخطط له، لكنه كان صدفة سعيدة بطلها السلطان المملوكي خوشقدم في أول يوم من أيام رمضان عام 859 هجرية بمدينة القاهرة. وصل للسلطان المملوكي خوشقدم مدفع جديد كهدية من أحد المصانع الألمانية. أراد السلطان أنه يجرب قوة المدفع، وبالصدفة البحتة انطلقت قذيفة في اللحظة اللي غربت فيها الشمس تماما ودخل وقت أذان المغرب. أهل القاهرة سمعوا الصوت وافتكروا أن السلطان ابتكر وسيلة جديدة ومنظمة لتنبيههم بموعد الإفطار، فخرجوا للقلعة يشكروه. ولما شاف السلطان فرحتهم قرر أنه يعمل من الصدفة دي تقليد يومي طول شهر رمضان. وفي رواية تانية بتنسب الفضل للأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل، يقال إن بعض الجنود كانوا بينظفوا أحد المدافع فانطلقت منه قذيفة بالخطأ وقت أذان المغرب، فاعتقد الناس إنه إذان بالإفطار. ولما عرفت الأميرة فاطمة عجبتها الفكرة وأصدرت فرمان بأن يطلق المدفع مرتين يوميا، المرة الأولى عند الغروب للإفطار والتانية عند الإمساك وقت السحور. ومن هنا ارتبط اسم المدفع بمدفع الحاجة فاطمة، وده اللقب المشهور في مصر لحد النهاردة. وبدأ التقليد من قلعة صلاح الدين بالقاهرة، وبعدين انتقل تدريجيا لبلاد الشام في دمشق والقدس في أواخر القرن ال19، ومنها لدول الخليج والمغرب العربي، ليصبح من أحد أجمل الموروثات الشعبية اللي بتجمع المسلمين على مائدة واحدة بصوت واحد.